كلنا شايفين هاي الصمونه بالمطعم، راح اشوفكم اياها اليوم من هي عجينه لحد ما تكمل عندنا صمونه. هذا الطحين راح يمر ب5 مراحل حتى يصير هاي الصمونه. اول مرحله العجين، طلع من العجانه ناخذه على القالب حسب الطلب، وهسه نلكلكها حنونه مال جانب استوى القالب البرجر. وهسه ناخذها ونروح للخماره. سننتقل لقسم الخماره. ما يبقى العجين ساعتين بالتخمير ننتقل للمرحله الاخيره للفرن، يبقى 3 دقائق. هنا راح يبقى العجين 3 دقائق ويطلع عنا مثل ما راح تشوفون. عنصر اساس نجاح هاي العمليه كلها هو الخباز. اخير مرحله عندنا طلع عنا الصمون بهذا الشكل، وهاي مرحله التجهيز. شوف طب منها هيجي تطلع لك منها مال كنتاكي. وصمونتهم ما تنكسر باوع، لان عجينتهم يستخدمون بيها بيض وحليب وزبد من اجود الانواع. مخابز الريف ابد ما راح تتعبكم، لان الصمون راح يجيكم مفتوح بهذا الشكل، وكل القوالب موجوده حتى حسب الطلب. هاي ام المتر مثلا